استاذ مجدي خليل مش عارف هو معترض ولا متضايق على الحكم، فطالب محكمة دولية تحكم في الموضوع. انا معرفش هو يقصد ايه بصراحة، انا مش فاهم حاجة من الرسالة اللي هو عايز يوصلها للناس او الشارع المصري. ونرفض التحريض ضد الاقباط، نرفض الظلم. يا جماعة الموضوع ملهوش دعوة بنصارى ومسلمين، ملهوش دعوة الموضوع ولا بنصارى ولا مسلمين. الموضوع موضوع ان في حد اخطأ، واللي اخطأ ده المفروض ان هو يتعاقب، والجزاء من جنس العمل. ليه واخدين الموضوع على محمل الفتنة؟ يعني الولد ده، الطفل ده لو كان مسيحي كنا احنا هنتهاون في حقه؟ لا طبعا. كنتوا انتوا هتسكتوا، كنتوا هتقلبوا الدنيا بره وجوه. انما احنا ما حولناش الموضوع لفتنة طائفية ولا حاجة، بالعكس احنا شايفين ان حد مخطئ زيه زي اي حد. بعدين احنا في مصر ما فيش عندنا مسلم ومسيحي، احنا مصريين في الاول وفي الاخر. فاللي اخطأ المفروض انه يتجازى، ده المفروض. بس عند ناس تانية زعلانة مش عايزة اللي اخطأ يتجازى. لا يا جماعة مش كده، الحق هو الله. هل في دينكم مكتوب وامروكم انكم تعملوا كده في اطفالكم؟ لا طبعا، ده حاجة لا ترضي يهودي ولا نصاري ولا مسلم. دي حاجة ملهاش دعوة، دي جريمة